Hello everybody. اهلا بيكم يا جماعه. احنا النهارده هنشوف حاجه لازم تيجي عندنا في امتحان سنه ثالثه اعدادي. عندنا ال prefixes، وقبل ما نبدا نشرحهم احنا لازم نعرف كلمه prefix يعني ايه. كلمه prefix باللغه العربيه بيقولوا عليها بادئه. طب ايه حكايه البادئه دي؟ البادئه دي اللي عندنا عباره عن شويه حروف بتيجي في اول الكلمه، فهتديني الانتونيم او الاوبوزيت بتاعها. طب بالراحه كده، احنا قلنا prefix يعني البادئه. طيب ايه البادئات اللي عندنا ان، ديس، ام، ان. طبعا في حاجات تاني، احنا الحاجات دي اللي عندنا مالهم دول بقى؟ دول بيعملوا الانتونيم. الانتونيم اللي هي المضاد يعني العكس. كل كلمه ازاي اعمل العكس بتاعها. فانا عندي دلوقتي شويه كلمات زي مثلا كلمه known، agree، formal، polite، happy، like. هنلاحظ ايه؟ ان كل كلمه من دول ليها البريفكس بتاعها المناسب ليها. يعني كلمه نون اللي هي معروف، يعني حاجه معروفه او مشهوره، الاوبوزيت بتاعها او الانتونيم بتاعها المضاد يعني اسمها unknown. طيب كلمه agree يعني يوافق، الاوبوزيت او العكس بتاعها كلمه disagree اللي هي يعني يرفض او ما يوافقش. نمبر 3 عندنا كلمه formal، الاوبوزيت بتاعها informal. كلمه polite اللي معناها مؤدب، العكس بتاعها impolite. نمبر 5 happy اللي هي طبعا سعيد او فرحان، يعني الاوبوزيت او الانتونيم بتاعها unhappy. احنا لازم يا جماعه نحفظ ان كلمه انتونيم يعني عكس، واوبوزيت برضو يعني عكس. اخر كلمه عندي كلمه لايك، الاوبوزيت بتاعها dislike. الحاجه الاخيره اللي عاوز اقولها قبل ما اقفل، احنا كده قلنا نعمل فيديو سريع، ان كل كلمه من دول ليها البريفكس بتاعها المناسب ليها. يعني كلمه known لما قلت الاوبوزيت بتاعها unknown ما ينفعش اقول انا هحط this واخليها this مع كلمه known، لا ما ينفعش. هي كل كلمه ليها البريفكس بتاعها، فلازم تكون حافظ كل كلمه البريفكس بتاعها ايه. وكده نكون خلصنا الموضوع بتاعنا بتاع البريفكس، وكمان ان شاء الله هنعمل حاجه كمان قدام على حاجه اسمها السفكس اللي هي النهايات اللي بتيجي في اخر الكلمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.